أصدقائي، أنا ممتن لكم جدا لزيارة قناتي. حتى لو لم تشاهدوا الفيديو كاملا، أرجو منكم ترك تعليق على قناتي وكتابة اسمكم والإعجاب بالفيديو. شكرا جزيلا لكم. لقيت اخويا قاعد في الاوضه. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ما تيجوا اما احكي لكم حكايتي وان عجبتكم ادعمونا باللايك والاشتراك في القناه. صاحبة الحكايه النهارده بتحكي وتقول: انا ندى، بنت جميله جدا وحلوه وجسم حلو، عندي 27 سنه، متجوزه وماليش الا اخ واحد. ابويا وامي ماتوا من صغرنا، سابونا للدنيا نلطش فيها. هو اللي ربطنا وعلمتنا عمتي. عمتي دي كل حاجة لنا في الدنيا، هي اللي تعبت وشقت لحد ما ربطنا وكبرتنا بما فيه الكفاية، لحد ما كل واحد فينا قادر ان هو يشتغل ويصرف على نفسه. فعلا عمتي دي كل حاجة في حياتنا، هي الأب وهي الأم وكل حاجة. وأخويا ده ماليش إلا هو كل حاجة في حياتي، وقف جنبي لحد ما جه العريس. بدأت العرسان تجيلي، وأخويا بدأ يجهز لي عزالي وجهازي، جاب لي كل حاجة، ما قصرش معايا في أي حاجة. هو جوزني الإنسان كويس جدا ومحترم، هو مبسوط ومرتاح ماديا. ولحد ما اتجوزت هو رحت بيت جوزي وأخويا قاعد لوحده في الشقة. من وقت للتاني بقيت أروح أزور أخويا، أعمل له أكل وأروق له الشقة وأخدمه. طلبت منه كتير إن هو يتجوز، بس هو كان بيرفض، يقول لا أنا هفضل كده، أنا ماليش في الجواز، مش عايز أتجوز دلوقتي. بقيت أستغرب من رفضه، في شاب زيه كده وفي سنه يرفض إن هو يتجوز؟ إزاي؟ دي حاجة ما تتصوراش عقل. وبقيت ألح عليه كتير، وبقيت أقعد أتكلم معاه وأنصحه إن هو يتجوز ويعيش حياته، وهو اللي كان بيرفض. بقيت من كل وقت للتاني أجي أشوف طلباته، هو أطبخ له أكل كمان بالأسبوع في التلاجة، يا دوبك يسخن بس وياكل، لأن أكتر أكله كان بيشتريه من بره. لحد ما حبلت والحمل جه في الأواخر وتعبني، ما كنتش بقدر أجي لأخويا، بقى كل حاجة هو اللي بيعملها لنفسه ويخدم نفسه. ولحد ما جه ميعاد الولادة، أخويا طلب من جوزي إن هو ياخدنا عنده البيت. جوزي قال له ما ينفعش، أنا مش عايز أتقل عليك، وبعدين أنت وحداني ما فيش حد يخدمها، إنما عندي أمي أختي هيجوا يخدموها. فلقيت أخويا بيقول لجوزي: أنا لو أبويا وأمي عايشين مش كانوا خدوها برضو؟ كان أخدوا أختي ما سابوهاش، اعتبرهم عايشين، وأنا مش هقصر في واجب أختي، هعمل لها اللي هي عايزاه. هو البيت عندي مفتوح لأي حد من قرايبك، سواء أمك أو أختك، في أي وقت يجوا على دماغي، البيت مفتوح. بس أنا مش هسيب أختي لحد ما تكمل علاجها وتقوم بألف سلامة. وفعلا أخويا أصر على جوزي وخدني البيت عنده بعد الولادة على طول. هو قعدت هناك شهرين مع أخويا. بقيت أيام أحتاج له يطلع لي مثلا غيار، يسندني لو عايزة أقوم، يمشيني في الشقة، يعمل لي حاجات كتير. بقيت أستند عليه في حاجات كتير قوي. بس مع الوقت حسيت إن أخويا بيتعامل معايا بطريقة غريبة قوي، أول مرة أحسها منه، ما كنتش بشوفها منه قبل كده. بقيت مكسوفة منه، بقيت أتكسف منه خالص، مع إن الإحساس ده ما كنتش بحسه من زمان، من قبل ما أتجوز. بس الأيام دي حسيت منه حاجات غريبة، حسيته كده إن هو واحد غريب عني، نظراته وحركاته
بقت غريبة قوي، وانا بصراحة كنت بتكسف منه، وطلبت من جوزي كتير ان انا ارجع شقتي ويجي ياخدني بقى. وهو فعلا بقى يطلب من اخويا، بس اخويا اللي بقى يصر ان انا لازم اقعد فترة كمان. وبقى جوزي يتكسف من اخويا وما يرفضلوش حاجة، ما يرفضلوش